مفيهوش حل. مستخبي عندك هنا بتعمل ايه؟ قاعد تاكل؟ بتفطر عمدا في نهار رمضان؟ وجايب لي الاكل في شنطه سمرة ومستخبي في مكان بعيد عن الناس فاكر ان محدش شايفك. ربنا وحده شايفك. بتخدع مين؟ مش بتخدع الا نفسك. اقتدي بسيدي وسيدك سيدنا حبيبنا النبي، كان من أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وقال: رغم أنف عبدي أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر عظيم مبارك، أوله رحمة وثانيه مغفرة وثالثه عتق من النار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الله عز وجل في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، اللهم اجعلنا منهم. ايه اللي بيمنعك ان انت ما تصومش؟ مش بقدر اصوم. عايزك توعدني دلوقتي ان انت تقوم معايا وما تفطرش تاني في نهار رمضان، واستغفر ربنا وارجع له وتوب اليه. ربنا قال في القرآن الكريم: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خلاص هوعدك ان مش هفطر في نهار رمضان تاني. هرجع لربنا وكل ندم عن الذنب اللي عمله، وهطلب منه المغفرة، وابعد عن وسوسة نفسك والشيطان.